يا أصدقاء، أكيد سمعتوا الخبر. طيور البطريق ما بتطير، لكن هل تعرفون إن أسلافها كانوا يطيروا في السماء؟ من حوالي 70 مليون سنة طيور البطريق كانت بتطير. مع مرور الوقت استبدلت أجنحتها بزعانف وتكيفت تماما مع الحياة في الماء. اليوم هي غواصة وسباحة ماهرة، وريشها الأبيض والأسود المميز إنه تمويه رائع. اللون الأسود على ظهرها يندمج مع ظلام المحيط من الأعلى، بينما اللون الأبيض على بطنها يندمج مع سطح الماء المضاء بأشعة الشمس عند رؤيتها من الأسفل. خدعة ذكية للبقاء، صح؟ هيا بنا نتكلم عن مشيتها المتمايلة. على اليابسة طيور البطريق تتذبذب من جانب إلى آخر لتحافظ على توازنها، خاصة على الجليد الزلق. بنية أرجلها الفريدة تجعلها ماهرة على اليابسة وفي البحر. إذن من طيور طائرة في الماضي إلى خبراء سباحة اليوم، طيور البطريق دليل على قدرة الطبيعة المذهلة على التكيف. انتبهوا جيدا المرة القادمة التي ترون فيها واحدا منها. هناك تاريخ كامل في تلك المشية المتمايلة.